بعد عدم تطبيق اتفاقية هولير 1 وهولير 2. قامت مؤخرا الأطراف الكردية المتمثلة بأحزاب المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي وبرعاية مباشرة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بالتوقيع على اتفاقية دهوك. وبمرور أكثر من 3 أسابيع على توقيع الاتفاقية، رصدنا لكم آراء الشارع الكردي وتطلعاته حول اتفاقية دهوك والحركة الكردية. إذ لم يتوحد المجلسان فأنا أرى بأن وضع الحركة الكردية ليس بوضع جيد، لذا يجب أن يتوحد المجلسان في كثير من المجالات سواء بالقوى العسكرية وغيرها، ويجب أن لا يهتموا إلى المناصب. لذلك يجب أن ينظروا قليلا إلى مشاكل وهموم الشعب الكردي، فإن هذا الشعب قد أرهق كثيرا خاصة في هذه الأوضاع الصعبة. لم يبقى شبان في هذه المنطقة، جميعهم سافروا إلى كردستان وإلى تركيا والبعض منهم إلى الدول الأوروبية. في الحقيقة هذه الاتفاقية بين المجلسين هي التي ستقوي هذه الحركة، فاتفاقية دهوك الموقعة بين أنكسي وتفدم هو عمل جيد إذا ما تم تطبيق بنود هذه الاتفاقية على الأرض وتم العمل بها على الصعيد العملي، سواء كانت بالنسبة للمرجعية السياسية المتعلقة بالإدارة الذاتية أو المتعلقة بالقوات المتخصصة العسكرية. وفي الحقيقة نرى بأنه لا يستطيع أي طرف أن يقوم بمهمة المشروع الوطني الكردي بمفرده، لأن القوى الموجودة على الأرض هي القوتان. ونأمل أن تفعل اتفاقية دهوك التي كانت برعاية الرئيس مسعود البرزاني على أرض الواقع. ويقول بعض النشطاء إن هذه المرحلة بالنسبة للكردي ذهبية ويجب استغلالها بكل ما أمكننا، وأن الطريق الوحيد أمام الكرد هو الوحدة لتحقيق أهداف الشعب الكردي. من مدينة عمودة لإذاعة دنجة زلال، هوزان ولو.